الحقيقة أنا عايز أدخل في الموضوع على طول النهاردة لأن في تفاصيل كتير محتاجين ناخدها سوا، ويلا بينا نبدأ. سنة 1968 اليابان ما كانتش مجرد دولة، كانت زي براند عالمي كده في الدقة والجودة بتاعتها. بعد الإذلال في الحرب العالمية التانية اليابانيين بنوا مجدهم على فكرة الالتزام الكامل في الشغل وفي الحياة وفي الشارع. والحقيقة إن النظام ده عمل زي إحساس بالثقة الكبيرة جدا. الناس كانت بتثق في الشرطة وبتثق في الموظف وبتثق في كل حاجة رسمية في الدولة. ودي كانت أهم حاجة الجاني اكتشفها. نقطة ضعف النظام الياباني هي إيمانه الشديد بنفسه. محدش كان يتخيل إن ممكن ضابط شرطة يقف قدامك في عز النهار يكون مجرد كدبة كبيرة. والهدف بتاع الجاني كان عربية تابعة لبنك جينيكو، وما كانتش عربية عادية بتنقل فلوس، لأ دي كانت بتنقل مكافآت آخر السنة زي البونص السنوي كده لموظفين شركة توشيبا في مصنع فوتشو. والحقيقة إن ده عمل زي روتين وقعهم كلهم. الرحلة دي كانت بتحصل كل سنة في نفس اليوم تقريبا، أول أيام ديسمبر. كمان كانت بتمشي في نفس الخط بالظبط لأن الطرق في طوكيو كانت مظبوطة جدا، والأهم إن المسافة من البنك لمصنع فوتشو كانت بسيطة. يعني بمنتهى البساطة مش هيحسب مسافات كتير، الموضوع كان سهل. ده غير إن هو حدد شارع هادي مفيش فيه سكان كتير، وكمان مفيش كاميرات مراقبة زي دلوقتي، يعني أمان الأمان. والحقيقة إن المبلغ ده اللي هو 300 مليون ين كان كبير جدا. تخيل إن العملة كلها كانت من فئة الألف ين بس، وده خلى الفلوس دي تاخد وزن ضخم حوالي 120 كيلو وتتحط في 3 شنط جلد. يعني الكمية دي كلها كانت بتفرض على الجاني إنه يستخدم عربية، ومستحيل يهرب بيها على موتوسيكل مثلا. لو الجاني كان نفذ السرقة من غير تمهيد كان ممكن الموظفين يشكوا، لكن الجاني عرف يلعب على وتر الخوف الجماعي. قبل السرقة ب5 أيام البنك جاتله رسالة تهديد واضحة وصريحة: هنفجر البنك لو الموظفين ما سحبوش مكافآتهم. والحقيقة إن الشرطة كانت بتاخد المواضيع دي بجدية جدا. وخلينا نشوف مواصفاته وذكائه في التعامل مع العربية لما وقفها. الجاني كان لابس طقم ظابط كان مسروق، بس كان نضيف جدا ومكوي كويس، وده بيورينا إنه كان مهتم بالشكل عشان يثقوا فيه وإنه فعلا ظابط من النظام. أما بالنسبة للموتوسيكل بتاع الشرطة اللي كان معاه ما كانش ليه علاقة بالشرطة أصلا، ده كان موتوسيكل مسروق من موظف بريد، وهو كان عارف إن التحقيق هيبدأ بتتبع الموتوسيكلات الرسمية، عشان كده جاب موتوسيكل تاني خالص. الجاني كان مجهز عربية بديلة من نوع نيسان وسرقها قبل السرقة دي بفترة وخباها على الطريق، وكمان لزق عليها زي شريط لزق كده عشان يغير اللون بتاعها بشكل مؤقت. وده عشان لو حد شافه ما يعرفش يوصف العربية الأصلية. وده كان تفكير الحقيقة ذكي جدا وصعب. وخلينا نروح ليوم الحادثة. الساعة كانت 9:03 الصبح، الجو برد جدا في منطقة فوجو. عربية البنك الفان كانت ماشية في طريقها المعتاد عشان توصل المكافآت للموظفين. الأربع موظفين كانوا بيتكلموا عن أجازة آخر السنة وقد إيه هم مبسوطين، لكن فجأة يحصل المشهد اللي قلب اليابان كلها. موتوسيكل شرطة يقف في طريقهم، والظابط اللي راكبه كان لابس طقم كامل مفيش فيه غلطة، ولا كان بيجري ولا بيزعق. وقف بمنتهى الهدوء وادى تحية الشرطة الرسمية، وده اللي خلى الموظفين ما يشكوش في أي حاجة. وقال لهم بمنتهى البساطة الجملة المشهورة: محدش يتحرك، في بلاغ إن عربيتكم دي محطوط فيها قنبلة وممكن تنفجر في أي لحظة، لازم اختبرها بنفسي. والحلو هنا إن هو لعب على ناحيتين: التهديد القديم اللي كان بعته للبنك، والخوف من الموت اللي بيخلي الناس توافق على أي حاجة هتتقال. الموظفين نزلوا من العربية وهم خايفين، وده بالظبط اللي هو كان محتاجه. وعايزكم بقى كده تركزوا معايا في شوية الذكاء الجايين دول. الجاني نزل تحت العربية وعمل نفسه بيحاول يفك سلك معين، وهو ما كانش بيفك حاجة أساسا، هو كان بيجهز قنبلة دخان يدوية اللي هو كان عاملها وشايلها معاه. وفي اللحظة دي الجاني ولع فتيل القنبلة وطلع من تحت العربية دخان أبيض وأسود كتير جدا، لدرجة إن الموظفين افتكروا إن القنبلة بالفعل ولعت، ودي كانت الإشارة عشان يهرب. بس عمل كده إزاي؟ الموظفين الأربعة وهم بيشوفوا العربية بتدخن بالمنظر ده جريوا بسرعة وهم خايفين من الانفجار، وسابوا العربية بالفلوس مع الضابط أو الجاني بمعنى أصح. ودي كانت اللحظة المثالية، وفي أقل من 10 ثواني اتحول الضابط الممثل لمجرم، ونسى خالص الموتوسيكل بتاع الشرطة اللي كان جاي بيه، وركب مكان السواق في عربية البنك ولف العربية بهدوء وطلع بيها بسرعة هادية. ودي مش سرقة واحد خايف، ده واحد واثق إن دوره نجح بنسبة 100%. وبعد ما الدخان اختفى الموظفين رجعوا بسرعة، لقوا إن العربية اختفت خالص ومعاها ال3 شنط الجلد اللي فيها 300 مليون ين.
والحقيقة إن الموظفين في البداية ما كانوش عارفين هما فعلا اتسرقوا ولا الشرطة خدت العربية عشان تفحصها بجد. اللخبطة اللي حصلت دي هي اللي ادت للجاني شوية دقايق من دهب قدر يختفي فيهم خالص من مسرح الجريمة. وعايز أقول لكم إن الجريمة كلها حصلت في وقت قياسي ما يعديش الدقيقتين. بس في سؤال ممكن يجي في بالكم دلوقتي، ليه الموظفين ما كانش معاهم سلاح يدافعوا عن نفسهم في موقف زي ده؟ هقولك لأن القانون الياباني كان صعب جدا في حمل السلاح، وده الحقيقة سهل المهمة على الآخر. وخليني كمان أقولك إن حتى لو كان معاهم سلاح، مع هدوء وإتقان الجاني لدور الضابط كان مستحيل يتوقعوا حاجة زي دي تحصل. الشرطة في البداية كانت واثقة إن الجاني هيتقبض عليه في ساعات قليلة، بحكم إن نظامهم قوي وصعب جدا يحصل حاجة زي دي بالشكل ده. ولما الخبر انتشر اليابان كلها كانت في حالة ذهول، ومش عشان الفلوس، ده عشان النظام كله اتهان. السرقة دي ما كانتش على ايد عصابة مسلحة، دي كانت على ايد شخص واحد استخدم خدعة بسيطة عشان يكسر الثقة بتاعتهم في القانون. وقتها الحكومة أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وكلفوا 170 ألف محقق بالقضية على مدار السنين اللي بعدها. وده كان أكبر فريق تحقيق في تاريخ اليابان كله، لكنهم كانوا بيطاردوا شبح. لكن بدأت الصدمة تظهر مع فحص الأدلة اللي سابها الجاني. والحقيقة إن الجاني ساب في مسرح الجريمة كذا دليل، بمعنى أصح الموتوسيكل المسروق والطاقية وسلك القنبلة. كل قطعة كانت جاية من مكان مختلف خالص. حتى الموتوسيكل اكتشفوا إنه مسروق ومعمول عليه تعديلات، وكل تعديل من مكان مختلف وبيوديهم لحتة بعيدة خالص. والعجيب إن ما كانش ولا فيه بصمة إيد ولا فيه بصمة رجل، كان بيستخدم جوانتيات وواقي قدم طول الوقت. الشرطة عملت قايمة ب120 ألف دليل صغير، ملابس، أدوات من مسرح الجريمة والمحيط بتاعها، وده كان أكبر جهد جنائي في تاريخ اليابان. لكن كل ده محققش أي نتيجة، لأن الجاني كان عارف إن الكل هيدور على العربية البيضة بتاعة الفلوس. عشان كده الخطة كانت معقدة جدا، وعايزك تركز معايا. أول حاجة، سرق الفلوس وهي في العربية البيضة عادي، وبعد كده سابها على مسافة بسيطة جدا ونقل الفلوس لعربية نيسان اللي قلنا إن هو غير لونها قبل الحادثة ب5 أيام، وكانت برضه مسروقة. وبعد كده ساب النيسان وركب عربية سوبارو، ومحدش شافه بيعمل التحويلات دي كلها، وده شيء مش طبيعي. كل التبديلات اللي عملها دي كانت بتضمن إن هو يختفي خالص في طوكيو ومن غير ما حد يشك فيه أبدا. والحقيقة إن الشرطة ركزت على شاب ياباني عمره 19 سنة، كان بيعرف تفاصيل خط سير العربية، وصاحب ابن ضابط شرطة كان مسؤول عن الحماية الأمنية للبنك. ومن كتر الضغط عليه الشاب ده انتحر بعد أيام قليلة من السرقة، والشرطة اعتبرت إن ده دليل إدانة قوي. لكن حتى بعد وفاة الشاب كان فيه لغز. لو كان هو فعلا الجاني، فين الفلوس؟ العيلة بتاعت الشاب ده كانت تحت المراقبة 24 ساعة، ومفيش أي مبلغ ضخم ظهر معاهم. هل الشاب ده كان كبش فدا مثلا، ولا هو جاني ضعيف فعلا وانهار قبل ما يجمع ثمرة جريمته؟ السؤال فضل متعلق. لكن السؤال فعلا اللي يستحق التأمل والدنيا كلها سألته، ال300 مليون ين راحوا فين؟ لو كانت السرقة لفلوس عادية كان ممكن يكون صرفها بسرعة واختفى، لكن الفلوس دي كانت مكافآت، وده معناه إنها كانت مترقمة تسلسليا وصعب جدا إن هو يصرفها في أي مكان عادي. والحكومة عملت قايمة بالأرقام التسلسلية دي لكل ورقة نقدية في كل بنوك اليابان والتعاملات الكبيرة. أي ورقة من الفلوس دي بتظهر في أي مكان ده معناه إن الجاني انتهى، لكن الفلوس دي ما ظهرتش نهائي لمدة 20 سنة كاملة. والحقيقة إن ده بيخلينا نشوف إن الجاني كان قدامه حل من الاتنين، يا إما هيدفن الفلوس في مكان أمان ويقعد يستنى بصبر مش طبيعي لحد ما يسقط التقادم القانوني 20 سنة ويبقوا حلال عليه، أو إنه نجح في غسيل أموال معقد جدا بس بره اليابان أو عن طريق شبكة سرية، وده صعب جدا في الستينات. الجاني نجح إنه يثبت لنا إنك تستنى شوية ده أهم سلاح ممكن تستخدمه. وبعد فشل الأدلة المادية التحقيق اتحول لتحليل نفسي لشخصية الجاني. النظريات الرئيسية كانت بتقول إن الجريمة حصلت بدقة عسكرية ومهارات تمثيل عالية. الشخص ده لازم يكون متدرب على إيد الشرطة اليابانية أو طالب أكاديمية فاشل أو مستبعد، وده اللي يفسر الهدوء اللي وقف بيه العربية وإنه قدر يقنع الموظفين. أو مثلا ممكن يكون الجاني موظف سابق في بنك توشيبا، أو موظف سابق في مؤسسة شبهها، عارف نظام المكافآت ومواعيد النقل الروتينية، وكان بيعاني من ظروف مادية أو اتطرد من شغله. وعايز أقول لكم إن كل التحقيقات النفسية دي وكل الرسومات التقريبية للوش ما اتطبقتش مع أي شخص سواء حي أو ميت.
وعلى الرغم من إن تنفيذ السرقة كان فردي، لكن اللي عمله كان بيدل على وجود شخص واحد حتى على الأقل. ما هو مش معقول هتنقل 120 كيلو من الفلوس بطولك وتغير العربيات في وقت قليل لوحدك، ده شيء صعب جدا. لأن عملية التغيير بتاعة العربيات التلاتة، الفان والنيسان والسوبارو، كانت محتاجة وقت منظم جدا، وما ينفعش شخص واحد يعمل كل ده في نفس الوقت. وأصلا فكرة إن الجاني نجح في إخفاء شريكه بالكامل ده كمان دليل على تنظيمه الفظيع. ومع الوقت والسنين وهي بتعدي، الشرطة بقت عارفة إن العدو بتاعها مش شخص، العدو بتاعها الحقيقي هو الزمن والقانون. وفي سنة 1975 الجاني فاز في الجولة الأولى، التهمة الجنائية اتشالت، وكل الأدلة والاعترافات اللي جمعوها بقى ملهاش أي قيمة قانونية، والجاني بقى حر طليق قانونيا. وفي سنة 1988 القانون المدني بيقول إن مطالبة البنك بالفلوس المسروقة بتسقط بعد 20 سنة، والمعلم فاز بالضربة القاضية، وقعت التهمة المدنية، ال 300 مليون ين بقوا ملكه رسمي. والبنك ما بقاش له الحق إنه يطالب بيهم، يعني حتى لو طلع وقال أنا هو محدش هيلمسه. حادثة ال 300 مليون ين فضلت أكبر لغز ما اتحلش في اليابان، اتحولت لأسطورة شعبية واتعمل عنها أفلام ومسلسلات كتير. اللص ده هو الشبح اللي نجح في سرقة نظام كامل، مش مجرد بنك. ده نجح في إنه يثبت إن العبقرية الإجرامية ممكن تتفوق على كل خطط الدقة والسيطرة. اللص ده هو الأسطورة الحية في طوكيو. ودي كانت قصتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك.